السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من فيديوهات قناة بايب فيتر. احنا عملنا فيديوهين سابقين اتكلمنا فيهم عن الكلاس بتاع الفرنشات والبي ان والنظام الامريكي والنظام الاوروبي. الفيديو بتاع النهارده هنحاول ان احنا نطبق اللي احنا عرفناه واتعلمناه بطريقة عملية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا فرنشتين مجهولة الهوية، ما لهمش اي داتا تبين الفرنشات ديت امريكي ولا اوروبي، كلاس ولا بي ان. وعاوزين نعرف ايه الفرق بين الفرنشة دي والفرنشة دي. بالمناسبة الفرنشتين سايز واحد وقطر واحد. الفرنشة لما قسنا القطر الداخلي بتاع الفرنشة ادانا 90 ملي تقريبا. يعني الفرنشة ديت 3 بوصة والفرنشة ديت 3 بوصة. لكن لما قسنا السنتر بتاع سنتر الفرنشة، لقينا ان السنتر بتاع الخروم هنا مثلا مديانا هنا 15 سنتي 150 ملي بالشكل ده كده. لو مسكنا على العشرة عشان تدينا قراية أدق شوية، هنا على مدينا هنا على 25 سنتي، شيل منها العشرة أصبح 150 سنتي، آسف 150 ملي يعني 15 سنتي. أصبح الفرنشة دي 3 بوصة من السنتر الخرم ده للسنتر الخرم دوت 150 ملي. ولو جبنا الفرنشة التانية 3 بوصة برضو وقسنا، مسكنا على أول الخرم هنا على 10 عشان تدي القراية بتاعتنا مظبوطة، هنلاقيها هنا مديانا 26 سنتي، شيل منها ال10 سنتي اللي في أول المتر، أصبح مدينا 16 سنتي أو 160 ملي. أصبح فيه 10 ملي فرق ما بين الفرنشة ديت والفرنشة ديت. هنا سنتر 150 ملي، وهنا سنتر 160 ملي، ودي 8 خرم ودي 8 خرم. لو حابين نركب الفرنشة دي على الفرنشة ديت ونحط مسمار ولا حاجة مش هيركب، لأن في فرق 10 ملي بين السناتر بتاعة الخرام. طيب احنا نعرف الفرق بين الفرنشة دي والفرنشة دي ازاي؟ عن طريق مثلا جبنا البايب التطبيق دوت ونخش على الفرنشات. ايه المعلومة اللي عندنا اللي احنا نعرفها؟ ان الفرنشة ديت 3 بوصة والفرنشة ديت 3 بوصة. هنجرب الأول النظام الأمريكي اسمي. ال3 بوصة هنا إلى السكادول 150. الجدول هنا آسف الكلاس هنا 150 3 بوصة. هنا بيقول لي السنتر الخرم دوت لسنتر الخرم دوت 152 ملي، والإخرام هنا 4 خرم 4 خرم. احنا طبعا الفرنشة اللي معانا الإخرام بتاعها 8 خرم مش 4 خرم. نشوف نوع فرنشة تاني، نشوف مثلا الولد نيك. ال3 بوصة برضو 4 خرم مدينا 152. الكلاس 150. نشوف الكلاس 300. ال3 بوصة مديانا 168 ملي. ال3 بوصة أصبح إن هو هنا في النظام الأمريكي مفيش حاجة 3 بوصة 8 خرم 152 ملي. طيب لو رحنا للنظام النظام الأوروبي، النظام الأوروبي
اللي هو LEN 1092 شرطة 1. ال3 بوصة BN هنا 16. يقول لي هنا سنتر 160، وإحنا معانا فعلا الفلانشة ديت سنتر 160 ملي. ويقول لي القطر الخارجي بتاع الفلانشة 200 ملي. يبقى احنا لو قسنا الفلانشة اللي هي اللي منطبق عليها ال 160 ملي هيديني، هلاقي برضو إن هو فعلا 200 ملي. أصبح إن الفلانشة اللي معانا ديت اللي هي السنتر بتاعها 160 ملي والخارجي 20 ملي BN 16. طب نشوف BN 10 هي ولا في اختلاف. BN 10 هتلاقي برضو الداتا برضو 8 خرم و160 سنتر الإخرام والخارجي 20. أصبح الفلانشة 3 بوصة BN 10 والBN 16 حاجة واحدة. ده بالنسبة للفلانشة دي. خلاص احنا عرفناها دي 3 بوصة شغالة BN 10 وشغالة BN 16. نيجي للفلانشة اللي هي السنتر بتاعها 150 8 خرم. واضح طبعا الفلانشات ديت تصنيع محلي معمولة في ورشة. 3 بوصة نشوف طيب هل هي دي تمشي برضو BN مثلا 6 إن القطر بتاعها 150. هنلاحظ برضو هنا إن الفلانشة 3 بوصة BN 6 أقل من BN 10 مديها 150 والخارجي 190. لو قسناها هنلاقيها القطر الخارجي بتاعها مش مكمل 190 بس السنتر 150. بس للأسف الفلانشة دي 4 خرم واللي معانا 8 خرم. أصبح الفلانشة ديت ما لهاش حاجة استندر في ولا في النظام الأوروبي ولا في النظام الأمريكي إن هي تبقى 8 خرم والسنتر بتاعها 150. نرجع تاني للنظام الأمريكي يمكن نلاقي لها حاجة أهوت 3 بوصة 150 4 خرم. 300 8 خرم بس للأسف السناتر 150. هي ممكن تشتغل 150 بس 4 أخرام بس اللي هيشتغلوا. وده كان الفيديو بتاع النهاردة إن أنا أقدر إن أنا طالما عندي المعلومات وعارف أفرق بين BN والكلاس هقدر إن أنا الفلانشة اللي هتقابلني هعرفها. وده شفناه كتير في شغلنا أو قابلناها في الشغل. بتبقى مثلا بتلاحظ في فلانشة مثلا 16 بوصة أو فلانشة 20 بوصة ملحومة، وبعد ما تتلحم ويجي يركب عليها الفالف بتاعها أو المحبس بتاعها ما تركبش. نكتشف بعد كده إن الصنايعي اللي شغال ركب فلانشة BN والمحبس أو الفالف اللي المفروض يركب كلاس أو BN مثلا 10 والمحبس اللي يركب BN 16 برضه الإخرام بتاعتها ما تركبش. أو الفلانشة والعكس، أو الفلانشة اللي راكبة كلاس 150 أو 300 والمحبس برضه كلاس بس الضغط بتاعها مختلف معيش 150 وفلانشة 300. فالمفروض نبقى مركزين وعارفين الفلانشة اللي راكبة ديت BN ولا كلاس، ولو كانت BN نبقى عارفين BN 10 ولا 100 ولا 16، وإن كانت كلاس برضه نبقى عارفين الفلانشة دي 150 ولا 300. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.